شفتوا على الشكل عليه هون؟ شفتوا على المنظر اللي عليه هون؟ هو بنحطها بالنص. كتير طري. بتدوب بالتوم. بونجورنو توتي، بونجورنو يا بلدي، بونجورنو لكل متابع من وين ما كان. اليوم وصفتنا كتير كلاسيكية بكل المحلات العالمية وبالأخص بإيطاليا إلى استعمالات كتيرة. رح أقدم لكم وصفتي للميرينجا المشوية ورح أقدم لكم إياها بعدة أشكال مثل ما كنتم شايفين على الطاولة بأشكال مختلفة. هلأ تابعوني لأقدم لكم طريقة التحضير. أنا في عندي 300 جرام بياض البيض وعندي 600 جرام سكر بودرة. بياض البيض من الأفضل يكون على حرارة الغرفة. نص معلقة ملح صغيرة. بنخفقهم مباشرة على أعلى سرعة لمدة 5 دقائق. هلا بالوقت اللي عم يخفق معنا بياض البيض مثل ما شفتوا أنا حطيت ورقتين وجبت المنخل. لازم ننخل السكر البودرة. طبعا إذا بدكم فيكم تسووا نص الكمية. أنا سويت شوي كبيرة حتى أقدم لكم إياها بطرق مختلفة. صار له 5 دقائق. هيدا السكر البودرة اللي نخلناه أنا جبت نص الكمية حطها على بياض البيض تقريبا نص دقيقة. الكمية اللي فضلت النص الثاني من سكر البودرة وبنحطه على بياض البيض. بتجيبوا سباتولا أو أي شيء حتى ناخذ البياض اللي معلق على الحرف وبنحطه على الخليط حتى كل الخليط يكون متجانس. هلا بدنا نخلطهم لمدة 10 دقائق. صار له 10 دقائق بالضبط. هلا رح فرجيكم النتيجة. مثل ما كنتم شايفين لازم نحصل على هيدي النتيجة. مثل ما كنتم شايفين أنا في عندي صينيتين. أنا رسمت دائرتين على الورقة بنفس حجم هذا القالب. والصينية الثانية مثل ما شايفين حضرت كمان دوائر صغيرة أو أقراص صغيرة. استعملت هذه الكاسة. هلا بنجيب سكة حلواني. أنا استعملت قمع قطره 12 ميلي مثل ما كنتم شايفين. لازم تكون بهذا القوام وتكون عم تلمع بهذا الشكل. هلا اول شيء رح نحضر الاقراص الكبيره او الدوائر الكبيره. بنبدا من النص. بنشتغل هيك بهالطريقه. هلا بتجيبوا معلقه وبنشتغل بهالشكل. رح نعمل الدوائر الصغار. هيك بهالطريقه بنكون حصلنا على دوائر صغيره. هلا نصهم رح اشتغل بهالطريقه. رح ارجع امرق بالميرينجا واعمل هيدا الشكل. انا فضلت عندي هيدي الكميه رح اعمل هذا الشكل. هيدي الكميه اللي فضلت عندي هيك بهالشكل. بمقادير وصفتنا حصلنا على هيدي النتيجة. هلأ بدنا نشويهم على حرارة 110 لمدة 3 ساعات. وبعد 3 ساعات بدنا نطفي الفرن ونخليهم ليلة كاملة بقلب الفرن حتى ينشفوا كتير منيح. وبكرة فرجيكم النتيجة. هيدي مرحلة كتير مهمة للحصول على ميرينجا تكون كتير ناشفة. مثل ما كنتم شايفين. شفتوا على المنظر اللي عليهم. هالي اللي حضرنيهم مثل عش العصفور وعملنا هذا الشكل من القراص. هلا رح اقدم لكم اياهم على طريقتي. وهيدي الميرينجا الكلاسيكيه مثل ما انكم شايفين نحن بنبيعها هيك لحالها وبنستعملها كمان لتزيين. شفتوا كيف ناشفه؟ رح فرجيكم كيف بتصير بودره. مثل ما انكم شايفين لازم تكون ناشفه بهالشكل. وهالي القراص الكبار مثل ما انكم شايفين. حتى اقدم لكم كيكه رح نخليها للفيديو القادم.
هلا رح اقدم لكم بعض الافكار لنحضر حلويات بالميرينجا. انا عندي الكريم فريش، هي كريمه الخفق الحيوانيه، بنصحكم تستعملوها بدون سكر لانه الميرينجا كثير حلوه، طبعا مصنوعه من السكر. رح احط شويه كريم فريش مثل ما انكم شايفين. رح نحط الفراوله المقطعه. مثل ما قلت لكم فيكم تستعملوا الفواكه اللي بدكم اياها. عنب الاسود قطعهم بالنص هيك بهالشكل مثل ما انكم شايفين. هلا نرجع بنغطيهم بالكريم فريش. فيكم تتفننوا على كيفكم. رح نزينهم بالفريز، نقدمهم هيك بهالطريقة، بنزينهم هيك بهالشكل. نعمل دور تاني بالعنب، بنزينهم هيك بهالشكل. حط نص فراولة بالنص بهالشكل مثل ما انكم شايفين. هيك بنكون انتهينا من تقديم أول نوع. بنقدمهم هيك بهالطريقة بالصحن. أنا من عشاق النعنع لتزيين الحلويات، وبنحط عرق نعنع هيك بهالشكل. بنكون انتهينا من تقديم أول نوعية من الميرينجا. شفتوا على الشكل عليه هون؟ هلا بنحطهم بالبراد لمدة ساعة. لا رح أقدم لكم هيدا الشكل كمان من الميرينجا. أنا لسه في عندي كريم فريش، رح أشتغل هيك بهالشكل. حطوا الفواكه اللي بدكم إياها. أنا ضل عندي الفريز. نرجع بنحط شوية كريم فريش هيك بهالشكل. نشيل هيدي القطعة وبنحطها هيك بهالطريقة. نرجع بنحط شوية فراولة. بنحط شوية كريم فريش. هلا بنرجع بنسكر هيك بقطعة ثالثة. بنكون عملنا أجمل كيكة صغيرة مينيون. هلا بنرد بننهيها بالكريم فريش. هلا رح استعمل هيدي الميرينجا الصغار اللي قلت لكم انا بستعملهم للتزيين. فيكم تحطوهم مثل ما بدكم. تحطوا الفواكه اللي بدكم اياها بالنص. بستعمل الفواكه الموجودة عندي. واخر شيء عرق النعنع. شفتوا على الشكل عليه هون؟ كل الفواكه اللي فضلت عندي هلا رح اخفقها. جيب صحنين تقديم. بنحط عصير هيك بالنص، وبنحطها بالنص. هيك بنكون حضرنا اطيب ديسيرت لنقدمه لضيوفنا او لزبايننا. الميرينجا الصغيره انا بعملها للتزيين. وهذه الميرينجا اللي كسرتها اول وحده حتى فرجيكم كيف ناشفه راح استعملها. بنحط رشه هيك بهالشكل مثل ما شفتوا. قدمناه بهذه الطريقه، وقدمت لكم اياه كمان بطريقه ثانيه. وعملنا كمان هذه الميرينجا مثل ما انكم شايفين الاصابع. وفضل عندنا شويه ميرينجا من الصغار هذه اللي بنستعملهم للتزيين. استعملنا 3 مكونات لنحضر كل هذه الحلويات: بياض البيض، سكر البودرة، والكريم فريش طبعا، والفواكه. شفتوا على المنظر عليه هون؟ بالعادة هذا النوع من الحلو بنقدمه مع الشوكة والمعلقة. بالعادة الواحد بيقطعه بالشوكة مثل ما كنتم شايفين كتير طري، لأنه الميرينجا كتير هشة مثل ما كنتم شايفين. شفتوا على المنظر عليها؟ بتدوب بالتوم. طعمة الحلاوة مع طعمة الكريمة فريش. الكريمة فريش مثل القشطة مع حموضة الفواكه شغلة كتير كبيرة. مثل ما شفتوا بمكونات بسيطة عملنا أطيب وأفخر وأرقى حلويات. فإذا ترقبوا بالفيديو القادم رح أقدم لكم أكثر تورتة مبيع، ورح أقدمها بمناسبة كتير حلوة. طيب هلا أنا رح كفي تحليتي وبشوفكم عن قريب بفيديو جديد. تشاو. إذا عجبتكم الوصفة اشتركوا بقناتي وتابعوني. حضن كبير إلى الكل.